ده أحمد، شاب جميل كده فاتح مشروع صغير بيبيع فيه رز بلبن وبطاطا ومهلبية، والأسعار عنده ما بتعديش ال10 جنيه. ابتدى مشروعه كله براس مال تقريبا 35 جنيه. أحمد نزل بوست كده من فترة إنه قد إيه صعبان عليه نفسه إن هو بيتعب ويشتغل عشان خاطر يحقق الحاجة اللي نفسه فيها، وإن هو بيحاول على قد ما يقدر إن هو ما يغليش الأسعار، مع إن الأسعار بتاعت الخامات بتزيد كل يوم تقريبا. المهم لما جت الفرصة اتواصلت مع أحمد ورحت له الزقازيق عشان أعرف أكتر عن قصته، وفي نفس الوقت أجرب الحاجات الجميلة اللي هو بيعملها. واول ما رحت لقيته محضر لي المفاجأة الجميلة دي، كاتب لي على واحدة رز بلبن من اللي هو عاملهم أباظة. مش متخيلين يا جماعة انا قد ايه اتبسطت بالهدية دي. هي ممكن تبان لبعض الناس بسيطة، بس هي حقيقة كبيرة قوي بالنسبة لي. المهم تعالى اخدكم لفة بقى في الحاجات الجميلة اللي احمد بيعملها، بس اكيد هو اللي هيعرف يتكلم عنهم احسن مني. انا عندي رز بلبن اوكي. بصوص فراوله تسلم. وصوص شوكولاته ومكسرات، ومعايا مربى حليب. دي مربى حليب. دي عشان انا ومعايا احمد صوص مانجا. بيمسي عليا. ومعايا برضو دي صوص فراوله، اوكي، ده اللي في النص صوص فراولة وحواليها كراميل، ده اللي عليها ايه؟ وفي جرام مكسرات، ودي بطاطا فرن. وبعد كده بقى سألته على التفاصيل، هو بيحضر الحاجات دي ازاي، وهل في حد بيساعده ولا لا. الرز بلبن والدتي هي اللي بتعمله، اوكي. حبشتك هنادي اللي فوق دي انا اللي بعملها، والبطاطا فرن انا برضو اللي بعملها، وبس كده. وساعات احيانا بعمل مهلبيه بس مش دايما. وفي ناس بقى بتجيلك مخصوص ولا؟ طبعا انا انت ليا اصلا مكانك في العادي فين؟ مكان عادي جوه عند زاكس بطول عويضه ورا المصريه بلازا على طول. يا جماعه بصوا، هو احنا هنا عامه في الزقازيق، ده مسجد المبره هنا، وده يعني شارع بتاع الكورنيش، وده هنا صديق القناه. حبيبي. وهو احمد بيكون ليه مكانين، يا اما جوه عند زاكس يا اما لا، الصبح بكون موجود عند كوبري مستشفى الجامعه، اوكي، وبالليل بكون عند رنين في القوميه لو شارع طلبة عويضه. انت ايه بقى اكتر حاجه عندك بتتباع؟ بص، هو كل حاجه عندي بتتباع الحمد لله، ما شاء ربنا الله. ممشيها لي يعني. ما شاء الله. بس البطاطا بيكون عليها اقبال اكتر لانها مختلفه ومش موجوده في الشارع قوي يعني. اوكي. انما رز بلبن عادي يعني موجود عادي. طيب انا عايز ادوق بقى، انا عايز ادوق اباظه دي. انا جاي انا اصلا دي مفاجاه يعني. بصوا يا جماعه، يعني والله تسلم والله. يلا ندوق بقى رز بلبن ده. بصوا يا جماعه، والله هي بس معكوسه يعني سلف، بس هي مكتوب عليها اباظه. انا متشوق. بسم الله. بسم الله. حلو الصوص اللي فوق اللي انت جايب فيه ده. والله. لا انا بعشق الصوص التوفي ده قوي، علشان كده قررت ان انا اعمله لك بيه. تسلم ايدك والله. وعامة الرز بلبن حلو قوي يعني. تسلم ايدك والله، تسلم ايدك. بس بقى عشان كده هخلصها. طب ايه نجرب ايه تاني؟ البطاطا. تعالى نجرب البطاطا. البطاطا بقى اللي هتعجبك قوي. طبق البطاطا ده ب9 جنيه، دي بطاطا فرن. بسم الله. حلو قوي. بأمانة بقى انت اللي عاملها ولا الوالدة؟ والله انا اللي عاملها. انت اللي عاملها؟ انا اللي عاملها. الله ينور والله. هي بطاطا كده بس وحطيتها في الفرن ولا هعمل معاها حاجة تانية؟ لا، عليها اضافات طبعا، عليها سمنه وعليها لبن اهو، وعليها تقريبا مكسرات. بس انا بعملها شبيهه لام علي شويه. بس حلو والله. تسلم ايدك والله حلو. انا عايز اجرب المهلبيه بقى. لا مش معايا مهلبيه والله، مش معاك مهلبية؟ ما لحقتش اعملها للاسف. للاسف كنت عايز اجرب المهلبيه. بصوا يا جماعه، والله يعني احمد نموذج من النماذج المشرفه هنا والله يعني في مصر. وبس يعني بص، والله الارزاق دي زي ما انت بتقول بتاعت ربنا. ويعني طبعا. انا والله فعلا اول ما انت كلمتني انا استنيت اي يوم بس ابقى موجود فيه في الزقازيق، وجيت لك على طول والله. اول ما والله ده احلى مفاجاه اقسم بالله. والله انا مبسوط جدا والله ان انا شفتك. والله انا فعلا بص اتشرفت بمعرفتك. وانت سيبكم يا جماعه من اي حاجه، وسيبكم يعني الرز بلبن جميل، بس هو اصلا شخصيه زي العسل والله. والله يا حبيبي والله. والله انا مبسوط ان انا شفتك اقسم بالله. يا انا ما بعرفش اقول ايه والله في المواقف دي. اتمنى اي حد يشوف الفيديو ده يدعم احمد، عشان ان شاء الله في اقرب وقت ممكن يوصل لحلمه ويفتح المحل الخاص بتاعه. وفي الاخر كالعاده شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معكم اباظه من قناه لايف ويز اباظه. سلام.